هي اللي ادتني النسخه بتاعت الشقه. انت بتقول ايه؟ شغل كده يا استاذ. اطفي. شغل تاني. كده انا خلصت يا استاذ. تسلم ايدك، الله ينور يا اسطى. وعليك يا باشا. بقول لك ايه يا شيماء؟ ايوه طبعا انت عارفه ان احنا مسافرين النهارده. ايوه عارفه. تمام، يعني عينك على الصناعيه اللي بره، حاضر متقلقيش. وتاخري نفسك شويه وما تمشيش الا لما هم يمشوا. مش همشي غير لما يخلصوا كل حاجه. وتقفلي الدنيا كلها وبعد كده توكلي على الله. تمام ماشي. عينك على الحاجه. متقلقيش. ماشي يلا سلام. كده يا استاذ انا خلصت لك النور بتاع الدور الاولاني، هتمر بحاجه تاني؟ لسه الدور التاني هتطلع تظبط لي برضه ايه شويه النجف والحاجات دي تظبطها. ما هو انت بتاخرني شويه في الحساب برضه يا استاذ. لا انا سايب حسابك مع ناصر، انا كده كده ماشي دلوقتي. ثانيه واحده. ناصر ناصر ايوه سعاده الباشا جاي اهو. تعالى ايوه سعاده الباشا، الله ينور يا عم محمود. وعليك يا ريس. دلوقتي لسه محمود خلص الدور الارضي. تمام يا أستاذ. وهيطلع الدور الثاني هيظبط شويه الشغل اللي فوق. تمام. اللي هو محتاجه هاتهوله. تمام. انا سايب معاك الفلوس بتاعت الدور الارضي. ايوه حساب الدور الارضي. ال 500 جنيه يا عم محمود. ال 200. هو ما كانش يعني الاستاذ انور يبعت لك تديني فلوسي، انت عايز تاكلهم يعني؟ يا عم لا والله ما اقدر يا عم. انا مبلغه ما يحاسبكش غير لما تخلص. لما طب اخلص ما انا شغل. خلصت يا استاذ. تمام. انت بقى في الدور الثاني بامر الله تخلص شغلك. مجرد ما تخلص انا هبعت لك فلوس. يعني انا جيت ما جيتش هبعت لك فلوس. خلاص ماشي. تمام ماشي يا استاذ. مفيش مشكله. كمل انت بقى، شوف انت بتعمل ايه. لم حاجتك كده على ما ناصر يطلع معاك فوق. عايزك في حاجه. ماشي يا عم. انت ايه اللي جابك هنا؟ ايه يا ست شفت عفريت؟ ايوه الهانم من جوزها موجودين. والله العظيم ثلاثة اللي جابني من الصالة وسبت الشغل إن أنا شميت ريحة طبيخ في المطبخ. ما انا عامله لهم الغدا. يعني أنت تعملي لهم غدا وتطلعي لنا جبنة وعيش برضه؟ ما انا مش هينفع اطلع لك حاجه دلوقتي عشان هم موجودين. طب عينتي لي نوبي؟ شلت لك. بتتكلم بجد؟ شلت لك والله. بس هاتي لي حتة بالورك. حاضر. خلاص. ماشي. انت عارف ان انا مسافر النهارده. اه تمام. تمام. البيت في ذهب، في فلوس، في حاجات في البيت هنا. انا هامنك انت على البيت يا ناصر. انت المسؤول الاول والاخير لو حصلت حاجه. من عيني يا استاذ. انا مسافر يومين رايح البلد. تمام. هادي مصلحه كده انا والمدام. تمام. ارجع الاقي كل حاجه زي ما هي. تمام. وبالنسبه للوسطى اللي شغال ده، ايوه. الساعه دلوقتي خلاص يعني فاضل نص ساعه وتبقى 4. وانا بعت اجهز العربيه عشان ماشي. هاخد بعضي واتوكل على الله. الساعه 4 قول له توكل على الله خلاص. وكمل شغل بكره. ويكمل بكره. اخره الساعه 4 يعني. ما تتحركش يا ناصر، ما تتنقلش من هنا غير لما يخلص. انا مش هتنقل من هنا لما اقفل الفيلا المسؤول كلها. الاول والاخير انت، مش حد تاني. ماشي يا استاذ. تيجي بالسلامه يا استاذ. عم محمود يلا. على الدور التاني؟ لا احنا خلصنا خلاص الشغل. الأستاذ أنور قال لي خلص اللي هنا واطلع الدور التاني. ماشي، ما عندك حق، بس هو اخرك الساعه 4. طب ماشي يا عم، هو الراجل كده كده مسافر، مصر فيه براحته. لا لا لا، عشان بس ايه دي في حاجه ناس في الفيلا وانا بخاف على حاجه الناس. بتخاف على حاجة الناس؟ ايوه يا عم. يا عم اللي أنتوا شايفينه. ماشي توكل على الله. هسيب عدتي هنا؟ ايوه سيب عدتك يا عم، انت كده كده جاي بكره. خلاص ماشي. الأستاذ أنور ما سابلكاش فلوس معاك تاني؟ ما انت لسه واخد فلوس يا عم محمود، ده شغلانه. أنا قلت مقدم لبكرة. ليه يا مار كل يوم؟ يلا يا عم. السلام عليكم. ناصر تبقي بالسلامه يا استاذ. الكهرباء يخلص. ايوه خلص ومشيته. طب امسك المفاتيح. الشنط في العربيه. ايوه في العربيه التاني. قول له ركب لمبه قدام الباب هنا. من عينيا يا استاذ. توصل بالسلامه يا باشا. عينك على الحاجه ها؟ من عينيا التاني. انت ازاي تمشي من غير ما احضر لك الغدا؟ خلاص هشيله لك لبكره يا حبيبي. خلاص ماشي. ايه هو وقت حبه في المطبخ؟ يلا توكل على الله. ماشي. يلا. بكره بدري بقى. ماشي. يلا يا بنت انا هداني مستنيك، انا قاعد من الساعه 7 مستنيك هنا عشان نروح الشغل سوا. معلش مواصلات كانت زحمه. مش هينفع اديلك ال 200 جنيه دول قدام نصر. خدي دول نصيبك. دول بس؟ يا ستي براضيكي بعدين بقى. بعد كل ده هتديني دول بس؟ يلا بس على الشغل. ماشي. عشان نصر البرد ده قاعد مستنينا، يا رب بقى اروح الاقي فتح حتى. يلا. طيب. صباح الفل يا عم ناصر. صباح العسل يا عم. أخرنا عليك. نسيتك كحل يا اخويا. ليه يا عم؟ ايه يا عم الساعه داخله على 9 يا عم. يلا. يلا يا عم. يلا يا شباب شوف ورا منك ايه، وانت يا عم محمود لم عدتك واطلع لفوق يلا. حاجه اعملها لك هنا؟ انا بس كنت عايز لهم افطر بيه عشان انا جاي على لحم بطني من الصبح. تفضل يا عم محمود لسه عملنا حاجه. شوف وراك ايه. يلا ست روح. طب انا يلا يا عم اشتغل هنا محمود. ولا في الدور التاني؟ لا في الدور التاني. ماشي. يا لهوي. ايه ده يا عم محمود؟ ايه يا عم؟ الشاشه اتسرقت. يا لهوي يا خرب بيتي. استاذ انور هيشال هاني دلوقتي.
احنا مالنا يا عم؟ ايه اللي احنا مالنا يا عم محمود؟ ازاي ما حدش يطلع من هنا لما رن على الاستاذ انور؟ ترن على الاستاذ انور؟ ايوه. تقول له ايه يعني؟ اقول له يجي يشوف السرقه في الموضوع ده. يا حبيبي ده واحنا طالعين بتفتشنا واحنا داخلين بتفتشنا. ماليش فيه، ما حدش يطلع من هنا من الاستاذ انور. وبعدين يا حبيبي دي شاشه. ده شاشه ثمنها ولا 10000 جنيه. انا مالي؟ ماليش فيه. ليك فيه؟ امال اللي فيه؟ ماليش فيه يا عم محمود. اقعدوا ما حدش يشتغل. اقعد هنا وانت اقعد هنا. يا عم انا مروح. لا 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 مفيش من الكلام ده يا عم، اقعد. مش هتروح. قصده ايه بالكلام اللي بيقوله ده؟ قصدي ان مش حدش هيمشي من هنا الا لما الاستاذ انور يجي. بقول لك ايه يابا؟ قول يابا. هو انا عايز اسالك سؤال. قول. مين اللي حارس المكان ده؟ يا عم ماشي بس معلش احنا كلنا موجودين. مين المسؤول؟ انا اللي مسؤول. انا باجي الصبح وامشي المغرب. ايوه احنا ما شفناش حاجه. شوف انت بتعمل ايه بالليل. يا عم ما بعملش على النعمه، بمشي بعدكم على طول. اقعد بقى بس كده يا عم محمود، اقعد بس كده انت الناحيه دي بقى. انا رن على استاذ انور يجي. رن يابا. الو. ناصر. استاذ انور. ايه خير؟ معلش هومتك من النوم انا ولا ايه؟ لا مفيش حاجة، خير في ايه؟ عايزك تيجي بس عشان الشاشه اتسرقت. بتقول ايه يا ناصر؟ الشاشه. شاشتي اللي اتسرقت يا ناصر؟ الشاشه بتاعت الفيلا يا استاذ انور. ثواني خليك معايا. الشاشة اتسرقت؟ ايوه الشاشه بتاعت الفيلا. وانت كنت فين يا بيه؟ والله يا استاذ انا لسه فاتح وداخل اهو. لسه فاتح وداخل اهو محل؟ ايه اللي لسه فاتح وداخل يا ناصر؟ انت بتهزر؟ والله يا استاذ ما خدت حاجه. مين عندك يا ناصر في الفيلا؟ عندنا عم محمود الكهربائي وشيماء الشغال. ما حدش يتحرك من مكانه يا ناصر وانا جاي. يا عم ماشي. ما تتحركش من مكانك، واللي هيطلع بره الفيلا هحاسبك انت. لا لا مفيش حد هيطلع، انا هقفل الفيلا لحد ما انت تيجي. انت المسؤول الاول والاخير يا ناصر قدامي. ماشي. سلام. يا رب استرها والنبي يا رب. يعني ايه تقفل علينا؟ يعني معلش يا عم محمود، صاحب الفيلا اللي محدش يطلع منها لما هو يجي. انا هقفل الفيلا حتى لما هو يجي. يابا والحرامي بشيلته ولا كلمه معايا. اقعدي اقعد جنبي كده انت. على اخر الايام هيطلعوني ايه؟ ايوه وانا اقول برضه الشباك ده مفتوح ليه؟ شباك ايه؟ الشباك اهو. انا كنت قافله بايدي امبارح. ماشي. اما يجي استاذ عمرو. احنا جايين من الساعه 9 ودلوقتي الساعه 12 وانا ورايا يوميه. جاه النبي تكون جاي من الساعة 6. يعني مين هيحاسبنا على اليوميه دي؟ يلا حاسبك على اليومية، بس اعرف الشاشة دي راحت فين. ادي انت تسرقنا يا طب اليومية ب 200 300 جنيه. ادي الشغلانه السوداء اللي انت جبتها لي. عمرك ما جبتي لي شغلانه الا لو طلعت خايبه زيك. ما انت باصص ل 200 300 جنيه مش باصص ل 10000 انت جنيه. عارفه الشركه دي لو ما رجعتش اسمي هيتهز في السوق. وهم كمان شاكين فيا مش فيك لوحدك. انا ماليش دعوه، انت شغاله عندهم. انا جاي حيالله صنايعي جاي اعمل مصلحه وماشي. وانت واقف ورايا جنبي بتحرسني ولا ايه؟ ايوه. ليه وانا لو ماشي انت يا عم انت لا. والله ما في حد يطلع من هنا. يا رب الدهب ما يكون اتاخد. ما تقلقيش، اهمدي شوية. اهو الجرس بيضرب. ايه يا ناصر ساعة عشان تفتح؟ معلش والله يا استاذ كنت قاعد معاهم. معلش. السلام عليكم. الحمد لله على السلامه يا استاذ انور. ساعدك ده ليش؟ الحمد لله على السلامه. يعز عليا والله العظيم 3 يا استاذ انور ان انت تيجي من شغلك. لا عادي ولا يهمك. وانا اتهنت في كنت غيابك. في البلد بس. الحمد لله على عامل ايه يا السلامة. شيماء؟ الحمد لله يا استاذ أنور. تمام؟ اطلعي فوق دوري لي كده، بص على الذهب والفلوس والحاجة اللي فوق. مش عايزك تقلقي ولا تعيطي. ايه يا ناصر اللي حصل؟ دلوقتي صلي على النبي يا عليه استاذ. الصلاة والسلام. بقول لك يا أنا- استاذ، امرني. هو ست هانم طلعت تدور عليه. بيقول لك الشاشه. لا ما هي طلعت دور على حاجات كده. انا دهب بس يا عم محمود عشان نشوف الموضوع هو في الشاشه. دهب؟ في دهب فوق؟ كل بيت فيه دهب وفيه فلوس يا محمود. ايه المشكلة؟ ايوه والله يا استاذ ما عارف، انا ما مرتبك كده يا استاذ، بس يعني بص يا استاذ صلي على النبي. عليه الصلاة احنا والسلام. دخلنا الصبح الساعه 7 من الباب، وجاي داخل هنا بقول له يا عم محمود يطلع اشتغل فوق وانت خش على المطبخ شوف ورا منك ايه. لقيته بقول لها فطار مش فطار. المهم زعقت لهم كل واحد هيشوف شغل. اللي هو بص يا استاذ لقيت الشاشه مش موجوده ولقيت الباب ده مفتوح. تمام، الشباك ده مفتوح؟ ايوه. تمام مفيش مشكلة. هو لسه محمود ايه الدنيا؟ لا كله تمام الحمد لقيت لله. الدهب؟ لقيت. كل حاجة موجودة. تمام. طب انا ما عنديش مشكلة. هو لسه وهو طالع وداخل في حاجة بتبقى في ايده؟ حد الله شهاده لله. شيماء وهي داخلة وخارجة في حاجة في ايديها؟ برضه لا والله يا استاذ. يا استاذ دي شاشه. ثواني بس يا استاذ محمود. انا بالنسبة لي الاول والاخير المسؤول عن الموضوع ده هو انت. برافو عليك يا مش حد استاذ، تاني. لان يا استاذه حاميها. حراميها. انا يا عم شاكة محمود فيه. انا هسرقها ليه يا عم محمود؟ يمكن انت ما هسرقها يا عم سرقتهاش. محمود. والبنت دي عندنا بقى لها 3 سنين. يبقى هي اللي ساعدته. لا طبعا ده عمرها ما مدت ايديها على حاجه. انا ما بتهمش حد بالباطل، انا كل الموضوع بقول له انت المسؤول الاول والاخير. انا ما عنديش مشكلة موضوع هو الشاشة. هو اللي عمل كده. موضوع الشاشة امرها والله- سهل. والله ما عملت حاجه يا استاذ، اقسم بالله انا مظلوم.
خلاص مفيش حاجه، انا هحل الموضوع ده. انا بالنسبه لي انا عايز اغير الكالون بتاع الفيلا، تمام؟ توصل تجيب لي حد دلوقتي بتاع مفاتيح يغير لي الكالون ده من هنا يا أستاذ. دلوقتي. من هنا تمام؟ في الداله قد ايه اكون هنا؟ بسرعه. وانت يا شيماء روحيش في شغل. حاضر. انا ما عنديش مشكله، وانت يا استاذ محمود اقعد اعمل لي شاي طب والله النص يا ده شيماء. بيفهم، لان هو راجل ابن سوق وفاهم. يا هو ستي شكله- مفيش مشكله. طب انت بس اقعد على ما يجيبوا لك هو الشاي. اللي عامل كده. استريح لما أنا يجيبوا لك عامل إيه؟ الشاي. تعالي. البواب هو اللي سرق. هو تعالي بس انت عايزك. تفكر ايه؟ هو استريح. بيبقى كده. تعالي حاضر. عايز تكتمني؟ استريح. دلوقتي الشك في مين؟ انا شاكه في ناصر. طيب انا شاكك في ناصر، ينفع قدام الناس بقى احرجه واعمل له حوار؟ ده راجل صنايعي وابن سوق شكله بيفهم. لا ما احطش انا الصناعي ده، هيطلع يلف في الدنيا كلها ويسوق سمعه الراجل. اصل ايده تتلف فيها حرير، هيسرق شاشه تمنها داخله في 15,000 جنيه ليه؟ وهيبوظ سمعته عند الناس ليه؟ ده بقى اللي انا بتكلم فيه. انا دلوقتي ما اتهمتش لا محمود ولا شيماء ولا اتهمت ناصر. انا قلت له البواب. بالعقل، هو البواب. قلت له يا ناصر روح هات لي حد معاه بتاع نسخه كام. من المفتاح. بس فاحنا مش عايزين نعمل بلبله ووجع عشان دماغ. كده كان بيروحهم بدري. انا اللي يهمني انا مفيش اي حاجه عندي نقصت فوق. موضوع الشاشه امرها سهل، يعني ناصر موجود وهنحل الحوار مع بعضين. ماشي؟ خش على محمد. السلام عليكم. وانت مضايقه نفسك ليه؟ مين اللي اتجرأ ودخل البيت؟ يا ستي عادي. هذا اللي غير الكالون اهو. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك؟ اسمك ايه؟ محمد حضرتك اللي بغير مفاتيح. يا اهلا وسهلا. بص يا محمد، انا عايزك تركب لي كالون للباب. شوف انت بقى المواصفات والحاجات بتاعتها مش انا عارف. عايزاك تركب لي كالون في الجنبين. تمام. كل كالون فيهم 6 سكات. عينيا يا استاذ. على باب الجنينه وعلى الباب الرئيسي. بس كده عينيا موجود. استاذ انور، ايوه انا خلصت محمود. خلصت النور اللي فوق. يا اسطى. فين انت؟ في الشارع؟ بالراحه. فين؟ خلصت النور اللي فوق. معلش بس عشان احنا واخدين على بعض وكده. لا ولا يهمك. عامل ايه يا اسطى؟ بتعرفني يا باشا؟ يا اسطى محمد بتاع المفاتيح فتحي اللي قابلتني من يومين وقلت لي خد اعمل لي المفتاح. اسطى محمد، حبيبي يا اسطى محمود. انا رحت لك على الورشه مرتين لقيتك قافل. والله لسه صاحي يا اسطى محمود، لسه رايح اهو. شفت المفتاح ده؟ ماله؟ انا عايزك تعمل لي عليه نسخه. افتح بوكو ده ولا ايه؟ لا مفتاح كده بس، عايزك تعمل لي عليه نسخه. خلاص ماشي. اجي اخده امتى منك؟ بالظبط نص ساعه وتعالى لي. خلاص ماشي. ماشي. اكون انا خلصت شغلانه كده. ماشي يا معلم. هحاسبك ماشي؟ ماشي. يلا سلام. ده ثانيه واحده بعد اذنك. وريني ده كده بعد اذنك. بعد فين يا اسطى حق المفتاح يا اسطى؟ انت واخد بالك من المفتاح ده؟ يا استاذ ده المفتاح اللي انا بفتح بيه كل يوم. اداهولك امتى؟ بالظبط يا استاذ. اه من يومين بالظبط. من يومين. يعني لو رحت فتحت دلوقتي بده. بعد اذنك يا استاذ، بعد اذنك. الله عليك. فتح. اقفل الباب وتعالى. انا هفهمك أنا مش بقى فاهم أي الحوار حاجة مش والله. ازاي. تعالى يا ناصر تعالى. استاذ تعالى. انا مش فاهم اي حاجه. هو لا انا هفهمك بقى. الباشا المحترم الحمد لله. خد النسخه من مين؟ من مين؟ دي مش بتاعتي. انا ما اعرفش خد النسخه من مين. اكيد من ناصر، اكيد متفقين مع بعض. انا ما اعرفش. انا برضه شاكه فيها تاني. هخليه يحكي لي كل حاجه بتفاصيلها. حاجه. ثواني يا ناصر بعد اذنك. هتحكي لي كل حاجه بتفاصيلها عشان ما ازعلكش. لا احنا اكيد هنزعل. هحكي لك كل حاجه يا استاذ. قول لي بقى عملت ايه. خلي الراجل ده يمشي الاول. توكل على الله. طب حق المفتاح يا اسطى. توكل على الله. وانا هتيجي تاني عشان تركب الكالون. روح دلوقتي. حق المفتاح عندك يعني يا استاذ؟ اقول لك على حاجه. استناني هنا استريح شويه على السفره. تمام؟ بعد اذنك استريح شويه على السفره. لا يا وأنا استاذ هجيبك مش هحكي تاني. حاجه لما الراجل ده يمشي. ما هو يبقى موجود. لا عشان خلاص الراجل هتمشي بيقول. عشان الراجل ده صنايعي زي ممكن يروح يتكلم عليا بره. لا هو بقول لك ايه، خش في اوضه الانترين هناك دي. دخله ناصر في الاوضه. دخله الاوضه وتعالى. دخله في الاوضه وتعالى. طبعا انت وناصر مطبخين الليله دي مع بعض. بصراحه شيماء هي اللي عملت كل ده. شيماء دول عصابه بقى. ايوه ايوه. تعالي لي. قربي هنا. قول لي بقى عملت ايه انت وشيماء؟ هي اللي ادتني النسخه بتاعت الشقه. فين النسخه؟ اهي. هي دي النسخه بتاعت الباب؟ لسه جايباها. طب انا مروح. تمام. شقه. انت بتقول ايه؟ يعني انت مش محترمه البيت اللي اتقويتي فيه 3 سنين. هتوكل على الله. واخدين خد بس تعالى. راح فين؟ توكل على الله. راح فين؟ واخدينك وانت عيله وقاعده وسطينا واكله شاربه نايمه. عارفه يا شيماء ما مشكلتك رأيتيش فين؟ حاجه زي كده؟ عارفه مشكلتك فين؟ ان انت بتعض الايد اللي اتمدت لك. لا وانت وطيت عليها وبوستها. طب انا اعمل ايه؟ انت تعمل ايه؟ مش انت مشيت وراها؟ لا مشيتش انت وراها. كمان حرامي. طب اساليه. لا ثواني بقى ثواني. هو انت دلوقتي قلت لي ان المفتاح وخدت منها المفتاح والنسخه وما خدتش النسخه من الراجل.
انت دخلت سرقت ازاي؟ متأكد ان عم ناصر قاعد بره؟ ايوه قاعد بره، شفته قدام الباب. انا مش عايزك تخافي. انا خايفه قوي. خايفه من ايه؟ احسن حد يشوفنا واحنا الشاشه بناخد. دي بالنسبه لي زي علبه الكبريت. ربنا يستر. انت بس كل مطلوب منك ان انت هتطلعي بره ترازي عم ناصر، تطلعي وتستنيني بره. انا هاخد الشاشه وانط بيها من الشباك واحطها ورا الشباك واطلع لعم ناصر معيش حاجه، واروح لافف من الناحيه التانيه واخد الشاشه. تمام ماشي. خلاص خلاص. مهما يحصل اوعى تجيبي سيرتي. لا ما تخافش، ما تقلقش. حرام، مش خايف غير من كلمه ما تقلقش دي. ما تقلقش. طب روحي شوف انت هتطلعي ازاي. اول ما شمام مشيت رحت فكيت الشاشه وكنت هطلع بيها من الباب، وبالفعل لان انا معايا النسخه، بس قلت لو طلعت من الباب ناصر ممكن يشوفني، قلت افك الشاشه واطلع بيها من الشباك عشان ما اخليش ناصر يشك فيا لحظه ان انا اللي عملت كده. قلت اطلعها من الشباك والف من الباب اللي وراني واخدها، لان ناصر ما بيسيبش الفيلا لحظه، وانا طالع هيشوفني مش شايل حاجه في ايدي فعمره ما هيشك فيا. انما بالنسبه لك انت يا استاذ انور اول حاجه هتشك فيها ناصر، وناصر هيشك في شيماء، انما انا جاي اعمل شغلانه وامشي، عمركم ما كنتوا هتشكوا فيا. الله عليك. وانت قاعد متغفل طبعا. والله وربنا يا استاذ انا قاعد بستناهم على الباب بره وهم طالعين وادخلهم هم جايين الصبحيه، اتاري هم الاثنين مغفليني وبتدخلوا مع بعض وتروحوا مع بعض. بقى انا يا عم محمود بعملك بمرضي الله تعمل فيا انا كده؟ ليه يا اخي؟ وست هانم برضه ظلمتني يا استاذ. بس انت غلطان. ما انا غلطتي اللي انا مش قاعد جنب في وسطهم في الفيلا جوه. انت سايب الاتنين لوحدهم وقاعد بره. انت شايف سبوبه تانية، ناس بقى اللي جنبنا هنا وناس اللي جنبنا هنا. معلش حد معلش الله. حقك عليا. طيب حقك عليا ان يا عم دلوقتي بالنسبه أما لشيماء، دول جوز الحراميه دول مش هسيبهم. بالنسبه لشيماء انت بقالك 3 سنين شغاله معانا، فانا مش هاذيكي. انا كل اللي هقوله لك توكلي على الله. توكلي على الله وشوف وشك هنا تاني. يلا يلا بنت امشي. بالنسبه بقى لحضرتك، انت كده الشغل اللي فوق انت نازل اصلا فوق بتقول انا خلصت، يعني انت مخلص شغلك. حسابك فوق كان كام؟ حسابي كان 3200. 3200. اخصمهم يا حبيبي من تمن الشاشه. ما انا بعتها. يعني انت بعت الشاشه؟ حرامي وبجح. معاك فلوس؟ لا معيش حاجه في جيبي. مفيش؟ لا والله ما في حاجه في لا جيبي. ثواني، انت بتحلف بالله. بتحلف بالله يا راجل. 500 جنيه يا عم. يعني انت يا استاذ يا راجل ربنا بيديك ده كله هتبص 500. والله بقول لك حرامي وبجح دي كلمه قليله. ماشي يا استاذ، انا مطلوب مني ايه تاني؟ هرجع مطلوب منك ان حضرتك توكل على الله. هترجع الشاشه؟ هتعرف ترجعها؟ بكره تكون عندك الشاشه. لو رجعت الشاشه هديك بقيت حقك وهديك عدتك اللي عندي هنا. ما رجعتهاش مالكش عندي عده، مالكش عندي يا استاذ ده ليلتي غالي. دي مشكلتك حتى انت. في حاجه هتطلع من الفيلا خالص. لا ده حرامي ولئيم، عارفين ليه؟ دي مشكلتك مش ليه؟ مشكلتي. علشان خايف يخسر شغله في الكومباوند كله. ولا بلاش القصه دي خالص. ده انا بقول لك ايه، سمعتك ونمشي بقى صح وسليم. لا انا ما بحبش الصح والسليم. ولا نعرف اداره الكومباوند؟ لا القريه كلها تعرف. خلاص يا استاذ ده حته بن شاشه. الاسطى محمود الكهربائي. انا اللي عملت في نفسي كل ده، ولو ما كنتش بصيت للشاشه كان زمان طلعت من الفيلا دي ودخلت الشقه دي، طلعت من الشقه دي، بس انا فعلا اللي بصيت تحت رجلي. بصيت ل 10000 جنيه جم بسرعه، ما بصيتلهمش توكل انهم على ممكن يجوا في اسبوع. يلا توكل على الله. يلا يا حرام من هنا امشي. وانت روح شوف اسمه ايه القصير ده؟ محمد. بتاع الكوالين، خليه يركب الكالون تمام، وبعد ما يخلص جيبوا لي حاسبه وتقعد على الباب ما تتحركش من مكانك. يا استاذ عشان عايز امشي بس عشان الورشه. انا لسه بقول له روح بص على الكالون بتاع الباب. بعد اذنك بقى، بعد اذنك يا استاذ، انا عايز انضف كوس كوالين يركبوا في البيبان. في حسب يا استاذ السعر. نعم انضف حاجه. هات وانا هحاسبك ما تقلقش. خلاص انت هتجيب من عندك من المحل؟ بنص انت ساعة. هات وانا هحاسبك. خلاص ماشي يا استاذ. ماشي يلا توكل على انا الله. مستنيك على الباب يا محمد. الله يصحك روح عليا بقى يا استاذ، اللي انا اقفل وراهم. سبتهم في ده الفيلم. انت لا ده انت اللي حقك عليا عليا يا استاذ. والله. روح يا ناصر، روح اقف ورا. وعين واستعصاب يا قمر. شفتي بقى انت كنت هتظلمي ناصر ازاي؟ والله العظيم. لازم الامور تتحل ايه؟ بالعقل، بهدوء. بالهدوء. بس ايه ده دول عصابه عاملين خطه ورباطيه. بما ان شيماء مشيت، خش اعملي لي بقى اي حاجه اشربها. ايه؟ يلا.